اسمع ماذا يقول الخالق الواحد الجبار لعبده في صحف إبراهيم عليه السلام: عبدي، أما تأملت في نعمتي، أعطيتك عينين تبصر بهما وقلبا يعقل وأذنين تسمع بهما. أرزقك وأنت تغفل عني وأحفظك وأنت تنسى ذكري. أجري لك الأنهار وأنبت لك الثمار وأسخر لك الشمس والقمر. عبدي، كيف تغرك الدنيا وزينتها وهي زائلة؟ كيف تؤخر التوبة وأنت لا تدري متى يكون الرحيل؟ أنا الذي أرحمك إذا قست القلوب وأغفر لك إذا تبت. عبدي، بابي مفتوح ورحمتي وسعت كل شيء، فلا تعرض عني. سيأتي يوم توضع فيه أعمالك بين يدي ويسأل الجسد عما قدمت يداه، فهل أعددت لهذا اليوم؟ هل أنت مستعد للقاء ربك؟ علق بالصلاة على النبي أو استغفر ربك واجعل يدك تشهد لك بالخير.